فيما يتعلق بمرسي اللي قال لنا مصطفى حجازي انه ستتم محاكمته مدنيا محاكمه علنيه قريبا. الاخ بقى ابنه اسامه بقى له كذا يوم قاعد على الفيسبوك شغال رسائل وشغال تحريض، وقال ايه بيبشر انصار مرسي انه يوم 6 اكتوبر هيبقى يوم الصمود ويوم التحرير. خدوا بالكم احنا خفنا كده وترعبنا. الاخ اسامه اللي طلع في مؤتمرات في الجزيره مبتسم وفرحان، وكان على منصه رابعه يروح يقول لهم كلمتين وينزل يقعد مع اصحابه يلعب طاوله. بيقول موعدنا السادس من اكتوبر وسيغرق الانقلابيون في بحر صمود المصريين. انا بساله انت بتتكلم عن اي مصريين؟ المصريين اللي هو احنا؟ يعني لو انت بتتكلم عن المصريين اللي هم احنا يبقى انت لا، انت قصدك اكيد شعب تاني، لانه المصريين اللي هم احنا مبسوطين قوي ان ابوك في السجن. ولو مش واعي جيب كده على اليوتيوب وخش كده اكتب مظاهرات 30 يونيو وانت هتشوف المصريين، مش فوتوشوب، لا مظاهرات حقيقيه. وشوف كراهيه المصريين لهذه العصابات المتناثره التي تكدر حياتهم يعني يكاد يكون يوميا، وخصوصا يوم الجمعه. والنهارده ايضا كان في جامعه الدول العربيه مجموعه بتتعمد انها بتعرقل السير في جامعه الدول العربيه وبترفع علامه رابعه بلونيها القميئين القذرين الاصفر والاسود. النهارده كان في حوالي يمكن 50 واحد او 40 واحد في يعني ما يزيدوش عن كده، وبرضه واقفين في عرض الشارع. وانا بسال برضه اللواء كمال الدالي أين أنت من هذا التعطيل شبه اليومي لجامعة الدول العربية عن طريق 20-30 واحد بالكتير؟ دول بيتنقلوا تلاقيهم قدام هايبر 1 على طريق أكتوبر أو في جامعة الدول العربية، يعني يوم يوم لا تقريبا. نفذوا القانون بقى. احنا دلوقتي دولة مؤسسات ولا عزبة؟ لو احنا عزبة العمدة ينزل غفر وينيم الناس من بدري هنقول لك لا ده خلاص هنقبل بالأمر الواقع، انما احنا مش عزبة. الدولة بتتعافى، الشرطة بتتعافى، الجيش بيحمي إرادة هذا الشعب بأغلبيته المطلقة. دول نتوء كده، دول نتوءات في جسد المجتمع عايزة بترها ازاي؟ ما بقولش انزل اضرب عليهم نار، بالقانون اقبض عليهم وحاكمهم لأنهم بيعطلوا الناس. ما انت مش في حالة طوارئ. يعني ايه يقف لي بالعرض؟ انا النهارده بكلمني كذا حد بيقول لي واقفين في جامعة الدول كده ومعطلين الناس. وزي ما حصل امبارح رموا زيت زفر على طريق صلاح سالم، وسمعنا المكالمه اللي قالتها حفيده الكاتب الراحل محمود المراغي، نزلوا عليها وهي راجعه من المطار كسروا عربيتها. يعني ما ينفعش. فالاخ نجل مرسي بيقول لك موعدنا السادس من اكتوبر، وبيقول لك ان الله سيثبتنا على الحق، وبيقول ان الانقلابيين سيغرقون في بحر صمود الشعب المصري. وهنشوف بقى احنا بقى هنشوف. وبيقول لك ان انا تعلمت في الاخوان المسلمين لا تقل متى يا رب ولا تقل كيف يا رب ولكن اترك الامر للرب. واحنا عشان سايبين الامر للرب احنا واثقين ربنا مع اراده الشعب المصري، مش معكم انتوا ايها القتله الارهابيون.